اختتم أسود الأطلس تحضيراتهم الخاصة بثاني المباريات الودية أمام منتخب البنين ضمن استعدادات النخبة الوطنية للعديد من الاستحقاقات المقبلة التي يتصدرها كأس إفريقيا التي ستحتضنها بلادنا شهر دجنبر المقبل، وكفرصة أمام الناخب الوطني لقياس درجة جاهزية العناصر الوطنية خاصة الأسماء الجديدة منها. احساس كبير نكون لابس التوني ديال المغرب، وغدا ان شاء الله غادي يكون واحد الماتش ديفيسيل، نتمناو نربحوا الماتش. عمرني ما غادي نساها، العام اللي فات جيت لاكادير نشوف واحد الماتش وكان عندي لا كوريوسيتي باش نشوف ونعيش واحد الماتش من الداخل، والحمد لله داز كلشي مزيان. On a joué contre Tunis, c'était bien. Le premier mi-temps un peu moins que le deuxième mi-temps. Le deuxième mi-temps on a très bien joué, beaucoup d'intensité et tout. Et maintenant on doit être focus avec notre entraînement maintenant pour demain, Inch'Allah. Le coach il a dit chaque match c'est important pour jouer, même si c'est une équipe moins. Mais on va aller, nous on est tout concentrés pour le prochain match et Inch'Allah on va faire le meilleur possible. اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره البنيني يوم غد الاثنين بداية من الساعة 9 ليلا أعلنت أن المباراة ستجرى بشبابيك مغلقة بعد نفاذ جميع التذاكر التي طرحت للبيع لضمان مرور المباراة في أجواء رياضية راقية تعكس روح الحضارية للجمهور المغربي. اختتم أسود الأطلس تحضيراتهم الخاصة بثاني المباريات الودية أمام منتخب البنين ضمن استعدادات النخبة الوطنية للعديد من الاستحقاقات المقبلة التي يتصدرها كأس إفريقيا التي ستحتضنها بلادنا شهر دجنبر المقبل، وكفرصة أمام الناخب الوطني لقياس درجة جاهزية العناصر الوطنية خاصة الأسماء الجديدة منها. احساس كبير نكون لابس التوني ديال المغرب، وغدا ان شاء الله غادي يكون واحد الماتش ديفيسيل، نتمناو نربحوا الماتش. عمرني ما غادي نساها، العام اللي فات جيت لاكادير نشوف واحد الماتش وكان عندي لا كوريوسيتي باش نشوف ونعيش واحد الماتش من الداخل، والحمد لله داز كلشي مزيان. On a joué contre Tunis, c'était bien. Le premier mi-temps un peu moins que le deuxième mi-temps. Le deuxième mi-temps on a très bien joué, beaucoup